السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. النهاردة ان شاء الله هنعمل بسكوت الجرفة بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة نبدأ بسم الله. هنحط 2 بيض، يعني بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. نضيف عليهم 2 يعني 2 ورقة فانيليا. بعد كده نضيف 1.5 كوباية سكر بودرة. يعني سكر البودرة يعني ممكن تضيفي 1.5 كوباية سكر بودرة، او انتي او ممكن تضيفي سكر عادي 1 كوباية. لو انتي هتضيفي سكر عادي يبقى 1 كوباية ويتضربوا في الخلاط، او تضيفي 1.5 كوباية سكر بودرة. بس بعدين نقلبهم سوا. بعد كده نضيف معلقة صغيرة خل، يعني اضافي المعلقة كده ملح، نص كوباية لبن، بعد كده نحط كوباية سمنة. يعني السمنة دي يعني مخلطة، يعني انا حاطة نصها بلدي ونصها سمنة علب، يعني سمنة روابي. يعني ممكن تخلطيها نصها بلدي ونصها سمنة علب، او ممكن تحطيها كلها سمنة علب وممكن تحطيها كلها سمنة بلدي. انا هحط معلقة سمسم، يعني سمسم محمص، ودي معلقة كاكاو. ده كاكاو خام معلقة كبيرة، ودي معلقة كبيرة ونص جرفة. يعني الجرفة تحطي معلقة كبيرة ونص، معلقة ونص جرفة. نقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا. هنا هنحط معلقة صغيرة، يعني بيكنج باودر، هحط معلقة صغيرة. يعني عادي ممكن تحطيها على الخليط عادي، وممكن تحطيها مع الدقيق عادي، ما تفرقش يعني. بعد كده نضيف الدقيق. يعني هنا ضفت 4 كوبايات دقيق، يعني بالمج ده 4 كوبايات. حطينا كده 2، ده التالت، وده الرابع. يعني الخليط ده خد معانا 4 كوبايات دقيق. يعني الدقيق اللي هو بنستخدمه العادي ده، اللي هو جميع الاستخدامات يعني. بس بقى نقلبهم كده. هي كده العجينة، يعني هي مظبوطة كده، مش عايزة اي حاجة تاني. انت لو لقيتيها بتلزق في ايدك عشان ايدك فيها عجين، لكن لما تغسلي ايدك هتلاقيها هتلاقيها مش بتلزق معاك ولا حاجة. يعني حط نقطة زيت بسيطة كده، يعني لازم الصينية كده ونمسحها، يعني نمسحها بالمنديل عشان يشرب الزيت الزايد يعني. يعني مش عايزين ان هي تبقى فيها الزيت واضح، يعني تتمسح مسح كده يعني. بس هنا أنا شكلتهم، يعني التشكيلات مثلا انا هنا بشكل بالقطاعة دي تحت البطاطس،
او ممكن انت عندك اي اشكال ممكن تعملي بيها تشكيلات يعني اي تشكيلة تنفع. بس اهم حاجة يعني القطعة ما تكبريهاش، يعني تخليها معقولة، ما تدوسيش عليها جامد، يعني دوسي عليها بسيط. بس وبعد كده نسوي على درجة حرارة 160، يعني نسخن الفرن وبعد كده نضبطها على درجة حرارة 160، يعني ما تزوديش عن 160 عشان وتخليها في الرف اللي هو في النص عشان متتلدعش منك. يعني هي الطريقة دي ناجحة يعني، وطعمها يعني طعمها ممتاز يعني ناجحة جدا. بس ما تزوديش دقيق عن الاربع كبابي، عشان لو زودتي على الاربع كبابي تكبس معاكي، هتلاقيها كبسة، ما تبقاش هايشة معاكي، هتبقى كبسة. ممكن برضه يعني بالمعلقة كده تعملي يعني تقسميها في النص كده، يعني اي تشكيلة تنفع. بس انا بعد ما الكمية استوت، يعني طلع ناجحة جدا، يعني مفيهاش اي غلطة، يعني المقادير مظبوطة على الاخر، وطلع هشة من جوه كده، مش كبسة معاكي. شكرا على المشاهدة.